لو انت بروكر او سيلز وبتفرح ببيعه واحده في السنه، تعال اقول لك ازاي تبيع اكتر من مره وتبني اسم وثقه في السوق لسنين. خليني اقول لك من خبره 15 سنه في السوق، في فرق كبير ما بين بروكر بيبيع صفقه ومستشار عقاري بيبني اسم، والفرق بيجي من كذا نقطه. اولهم انت مش بتبيع عقار، انت بتبني ثقه. كل عميل ممكن يجيب وراه عملاء تانيين، فيا تبني سمعه يا تضيعها. تاني حاجه، ما تبيعش بحماس، بيع بمعلومه، مش وعود وخلاص، لكن ارقام وفهم للمنطقه ورؤيه للسوق. تالت حاجه واهمهم، خلي البيعه تجيلك مش انت اللي تجري وراها، وده بيجي من محتوى وعلاقات وثقه. رابع حاجه، اختار عميلك صح، مش كل عميل يستاهل نفس المجهود. فرق ما بين الجد واللي بيدور ويضيع وقت. خامس حاجه، المتابعه. العلاقه بعد البيع هي اللي بتبني اسمك بجد. خليك فاكر دايما انك بتبيع تجربه مش وحدة. الحاجات دي وأسرار تانية كتير، لو عايز تبقى من 5% اللي فاهمين أصلا في السوق العقاري المصري فتابعني.